السلام عليكم، انا منى الحسين ودي قناتي. النهارده هنعمل تارت الكنافه زي ما انتم شايفين. تارت الكنافه بالمانجا وكريمه الكنافه، حاجه اخر جمال. يلا نشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو من الكنافه زي ما احنا شايفين كده. الكنافه متفرزه، انا مش هاخد الكيس كله، هاخد تقريبا 350 جرام زي ما احنا شايفين كده من الكنافه. هكسرهم، اما اكون متفرزه بيبقى بيسهل عليا اوي ان انا اكسر الكنافه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. معايا بقى صينيه بتاعه الطرد، هي فيها تجويف شويه زي ما انتم شايفين. هدهنها بالسمنه حلوه قوي في الارضيه كده وفي الجوانب. هبتدي بقى انزل بالكنافه، اسوي بقى الكنافه كده في الصينيه، واهم حاجه الجوانب اهتم بيها واضغط عليها ضغطه كده حلو قوي. وكمان صينيه البيتزا ضغطه كده بسيطه. ومعايا نص كوب من السمنه. الكنافه ده طبعا يا جماعه عايزه سمنه بلدي، او ممكن تحطي كمان ميكس من السمنه بلدي على نباتي، او ممكن تزودي كمان السمنه شويه، بس انا مكتفيه بنص كوبايه. احطها بقى في الفرن زي ما انتم شايفين. خلصتها سقيتها كلها حلو قوي بالسمنه، شربتها بالسمنه. السوا بقى احطها على الشبكه في الفرن على درجه حراره 180. بتاخد من 30 ل 40 دقيقه. اهم حاجه عندي بس الكنافه الوش يحمر ياخد اللون الذهبي ومن تحت. دلوقتي بقى هعمل الكريمه بتاعه الكنافه. احضر كريمه. معانا 400 مللي من الحليب، كوبايتين حليب. كل كوبايه حليب عليها معلقه نشا، معلقتين نشا معايا. هقلبهم حلو قوي. انا في الكريمه يا جماعه مش بحط سكر نهائي. ممكن انت لو عايزه ممكن تضيفي بس معلقه سكر واحده، بس هي من غير سكر بتبقى طعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده فضيتها في الكازرولة واحطها بقى على النار مع التقليب المستمر عشان ما كلكعش معايا. انا عايزه الكريمه بتاعتي تبقى ناعمه. ودلوقتي ما انتهى من على النار زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعها. تحسوا انها خفيفه شويه، بس هي عشان لسه سخنه. شايفينها ناعمه ازاي. هسيبها بقى على جنب تبرد ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي طلعت الكنافه زي ما انتوا شايفين كده، وقلبتها في صينيه التقديم، في طبق التقديم. ومعايا بقى شربات الكنافه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. شربات الكنافه بيبقى تقيل. حطيت كوب من السكر عليه كوب من الميه، حطيتهم على النار. اول ما يبتدوا يغلوا عصرت نص ليمونه وسبتهم لما يبقى القوام بتاعهم زي ما انتوا شايفين كده. وسقيت طبعا الكنافه حلوه قوي. دلوقتي معايا بقى ثمرتين من المانجا، كمان زودت ثمره كمان. هقشرهم وابتدي اقطعهم بقى عشان ايه هزين بيهم الكنافه. 3 زي ما احنا شايفين كده. هبتدي اقطع بقى، اخرط فيها كده. انا هي سابقاني وانا بقطع، عايزاهم يكونوا رفيعين شويه. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكميه كلها. المانجا قطعتها اهي جاهزه. وادي الكنافه. هنزل بقى بالكريمه على الكنافه زي ما انتوا شايفين كده. اسويها حلو قوي بالسباتيولا. اسوي كده على قد ما اقدر. واحط بقى القطع المانجا اللي انا مقطعاها. زي ما انتوا شايفين بالشكل كده حوالين داير. اخلص بس كل المانجا اللي معايا على الوش كنافه، على الوش كنافه كده حوالين داير. ناقص بس قطعه واحده في النص. زي ما انتوا شايفين كده شكلها النهائي. معايا دلوقتي انا كوب كيس الحلواني زي ما انتوا شايفينه، حاطين فيه النقشه اللي هي فرع الشجره زي ما انتوا شايفين. ده بيدي حلو، شكل حلو قوي في التزيين. حطيت كوب من الكريم شانتيه، عليه كوب من الحليب متلج. وحطيت معلقتين سكر عشان كريم شانتيه يا جماعه من غير سكر كريم شانتيه متحده. وضربتهم وحطيتهم في كيس الحلواني زي ما انتوا شايفين كده، وزينت بيها الكنافه حاول نداير كده. الشكل بتاع فرع الشجر ده بيدي شكل حلو قوي في التزيين. ودلوقتي اما خلصت كلها زي ما انتوا شايفين كده بعد التزيين، حاجه اخر جمال. اتمنى بس ان انتوا تجربوها. يلا نقطع بقى قطعه كده ونشوفها. الكنافه كريمه الكنافه مع الكريم شانتيه مديه طعم جميل جدا يا جماعه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشرفوني بالاشتراك في القناه واللايك عشان بيرفع الفيديو، والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.